لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1407 لواني كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامن دي رب العالمين وهي دار مئوي عزيز سودي لور وقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. بەڵێ خۆشەویستان، خۆی گەورە باز لە ئەو بەڵگە کەونیانە دەکا کە هەمووی بەڵگەن لەسەر وەحدانیەتی خی گەورە و قودرە و دەسەڵاتی خی گەورە، وەکو ڕازی دەڵێ مناسبە و ئاتە لەگەڵ پێش خۆی لما شرح الله تعالى الدلائل السماوية في تقرير التوحيد لات كان بيشوتر باسی لە بەڵگە ئاسمانیەکان کرد لەسەر وەحدانەتی خی گەورە، ئەتبعها بذكر الدلائل الأرضية. اینجا لێرە باز لە بەڵگەکان دەکا کە لەسەر ڕووی زەوین لەسەر وەحدانەتی خی گەورە. والأرض مددناها أي والأرض بسطناها أو زەویە ما ڕاخستیە، ووسعناها سعة بەشێوەیەک فراوانمان کردیە تتمكن المخلوقات فيها على الامتداد بأرجائها. بەشێوەیەک ڕامان خستێ و فراوانمان کرد کەوا مەخلوقاتەکانی سەر ڕووی زەوی دەتوانن لە هەموو ڕووەکانی لە هەموو لایەنەکانی سەر ڕووی زەوی پەرت و بڵاو ببن. والتناول من أرزاقها وهروها دەستیان بگاتە هەموو ڕزقەکانی سەر ڕووی زەوی، والسكون في نواحيها وهروها تێدا نیشتەجێبن و ئارام بگرن لەولای بەو شێوەی ڕامان خستێ و بەو شێوەی فراوانمان کردێ و بەو شێوەش خی گەورە دەفەرمی ئەو بابن لە بۆ ژیانی گیان لەبەرەکان مەخلوقاتەکان سەر ڕووی زەوی کە بتوانن دەستیان بگاتە هەموو جێگاش و لە هەموو جێگاچیش بتوان بحەسێنەوە. وألقينا فيها رواسي أي وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة تمسك الأرض وهروها لزويدة تيامان لبودانا لو زويانا أو تيانا تمسك الأرض. خي قلناوي لتيانا رواسي لبو ثبات كواتا أو تيانا من دانا لبوي كوا أو زاوية وتوازن أو زاوية رابقري لئلا تضطرب بأهلها تاوكو بابرين حركة وزلزلي بيدانية بشوي كوا خلق نتوان لسري بجي أو تيانا لبو توازن زاوي خواي قول خلق كردية. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي وأوجدنا في الأرض لو زويدا هنايت ما وجود من كل شيء مقدر لهموش تيكوا تقدير كلا لا خواي قولا بقدر معلوم بأندازيش داري كراو بقصد وإرادة بما بستو بإرادة خواي قولا سبحانه وتعالى. قرطبي ضلي والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد وأنبتنا فيها واتلو زويدا بابني هنايت ما وجود لما دروس كردية هموشتك موزون. الأكثرون كوا هموشتك بأندازي دار كراو الأكثرون على أن المراد بقول وأنبتنا فيها أي في الأرض لو زويدا إيجاد ما كرديو هنايت ما وجود. وقيل المراد به الجبال هندش دنا لتسياكا دا وأنبتنا فيها لبيشوي باس لتسياكرا. ومن قال به الفراء والسمرقندي والواحدي يتر أو أنا رأي أنواع وأنبتنا فيها وتلتسيا همشتكمان در هنا. ومن جمع بين المعنيين السابقين أو أنا كواندك لزانانش هردو معنان تدا باس كرديا وكو بقاع الشربيني بقاعدة وأنبتنا فيها أي الأرض ولا سيما الجبال
لەو زەویەدا بەگشتی و بە تایبەتیش لە چیادا ئەو شتانمان هینایتە وجود بە ئەندازەی دیاریکراوە. شیر بینی دەڵێ وأنبتنا فيها واختلف في عود ضمير فيها خلاف لنوازانان أو ضمير البوتشي هيدا قرأتها فقيل يعود إلى الأرض لبوز خدي زي كذا قرأت لأنه أنواع النبات المنتفع به يكون في الأرض هم نباتو بربوم وجوجيا كان لخدي زوي دردسي وقيل إلى الجبال هذا لبوت سيادة قرأت لبروي أقرب مذكور نزيكترين شد كباس كرات سياء لبوت سيادة قرأتها ولقوله تعالى من كل شيء موزون وإنما يوزن ما يتولد من الجبال أو إلا سيادة دردسي وزن ذكره والأولى عوده لهما بلام دلي رأي أولى أوي هم لبو زوي دقرته هم لبو تياش دقرته. وممن اختار هذا المعنى المذكور أو كوها ليكشان دايته ابن جرير السمعاني وابن عطية كوا نسبة ذكاء بلاي جمهور وابن جزي الشوكاني وهروا لبيواني سلاف ابن عباس وعكرمة لرواياتك دا وسعيد كوري زبير حكمي كوري عتيبة ومجاهد وأبو صالح وقتادة الضحاك. زجاج دلي من كل شيء موزون أي من كل شيء مقدور لهموشتك كوا تقدير ذكره جرى على وزن من قدر الله عز وجل كواتا بوشي ويك خواي جور هموشتك لو زوي إيزاد دكا بوشي كخوات تقديري كرد لا يجاور ما قدره الله تعالى تزاوزناك لو عندك خواي جور سبحانه وتعالى تقديري كده أو عندك خواي جور تقديري كده بأندازش دار كراو لا يستطيع خلق زيادة فيه ولا نقصان أو كخواي جور بريال لسر هر أوي كزنات ما لي كم كاتو كزنات ما لي زيادة كا هموشتك بأندازش دار كراو حسب تقدير رب العالمين لو زاوية ياخذ لو سيادة دسي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش أي هيئنا لكم في الأرض أيها الناس لو زويدا أي خلشين لبونغومان آماده كردية فراهم كردية ما تعيشون به أو كواب هوي ودجيين لو زويدا لبوتان من دابين كردية كببتماي جيانتان من المطاعم والمشارب لو كوا ديخون ولو كوا ديخونوا ويسرنا لكم الحرف وأنواع المكاسب وهو لسر زوي لبوتان ما آسان كدي أنواع صنعته كسابت كوا لسر زوي أنزام بدن كواتا هم بيداويستيكاني جيانتان مان لسر زوي لبو دابين كردية لبو خوتان ومن لستم له برازقين أي وجعلنا لكم الأولاد والعبيد والدواب والأنعام التي ترزقونها التي نرزقها نحن لا أنتم وهروها لبو خوتان ولبو أوانيك ولبردستشتان لمالو من دال لها أوانيك وكويلة وكبيشتري هبو لو دواب وأنعام لو جان لبرانيك ولبردستان مسخرا كوا رزقشتان لسرنقوني لسر إيمة رزقشتان لسرنقوني لسر إيمة كواتا لبو لسر الزوي همو بيداوستكان جيان من البونغو دابين كرديا لبو خوتان ولبو أوانش كوا لبردستانا كأنجوش رزقي وانتان لدس نيو لسرنقوني بالكو لسر إيميا أويك وابوش ويليك داتوك ابن جرير واحد ابن كثير السعدي هندش دلين معناك وجعلنا في الأرض معايش لكم ولمن لستم له بمطعمين كواتا بوش ويليك داتو لسر يزوي جيان مال لبونغو دان لبونغو لبو أوانش كوا لسرنقونية كوا رزقيان لبو بيدا بكن من الدواب والوحوش والطيور لهم أو دابان كالبردستان هروها لو جان لبرا درندانش كهيا وهروها لبو تيري ايمين رزقي ددين وكو مقاتل كرو سليمان ابن قتيبة وسمرقندي وابن عاشر وهاي ليك دنوا كوات أوزيوية همو هو كاركان جيان من دابين كده هم لبو خوتان هم لبو اوانش كوا غيرين قونا كوا أنواع جان لبريديك هر أمين رزقي ددين نحاز ضلي ومن لستم له برازقين قول مجاهدين يعني الدواب والأنعام كواتا أو جان لبراني كواهيا هر إيما رزقي ددين وغير وجدال يعني المماليك والدواب واتا هم أواني مملوك لبونغو وكو عبد الزاري كبيشتري هبو هم لدواب لأنواع الحيوانات رزقيان أوان جلسر إيما أبو جعفر النحاس ضلي وهذا أولى
دەڵێ زیاتر ئەوە ئەولاترە بڵێن مەمالیک و دەواب لأن من لا تكون لما لا يعقل دەڵێ لەبەرەوەی لەفظی منی بەکارێن ومن لستم له براسخين دەڵێ من لەبۆ غير عاقل نەهاتێ إلا أن يختلط معه من يعقل مەگەر ئەو غير عاقلانێکەوە عاقلیان لەگەڵدا والمعنى وجعلنا لكم مماليك والدواب والأنعام کەواتە لە بۆنگۆمان مستەخەر کردیە ئەو دواب و گیان لە بەرانە و ئەروها ئەوانەی کەوا لەبەر دەستیشتانن ويجوز أن يكون المعنى أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقين ئەنگۆشمان ژیان دیە هەموو وەسائلەکان ژیان لە بۆنگۆش و هەروها لە بۆ ئەوانەی کەوا ڕزقیشیان لەسەر ئەنگۆنێ لەسەر ئێمە وەکو ئەنواعی گیان لەبەر و ئەنواعی مەخلوقات. ابن عثيمين قال هذه من الآيات التي تدل على أن الأرض هي محل عيشة الإنسان وجعلنا لكم فيها معايش أو سروج زاوية لبو إيمة ولبو أو مخلوقاتان كوا لقل إيمة دجيان كوا براستي أصل لجيان بني آدم براستي سروج زاوية. فظاهر القرآن بلا شك يدل على أن لا حياة للإنسان إلا في هذه الأرض التي منها خلق. ظاهر كان قرآن بيروز بلغي لسرويكوا لهج شوينيشي ديك لو بون وردا جياني أو إنسانا لسري ناصرة مجر لسر أو زاوية نبي كله لو زاوية وش خلق كلاين إيمة وإليها يعاد ومنها يخرج باشانيش كدمرين دكسين وناو أو خاكو باشانيش ديسان لبيه ودردسين لبو زندي بونو زارشي ديكا وكود فرمي فيها تحيون لسورة الأعراف لسر أو زاوية دجن وفيها تموتون تيدا دمرن ومنها تخرجون سينشكش لبيه دردسن فحصر الحياة في الأرض والموت فيها والإخراج منها جياني آدم زال لسروي زاوية هل لسروي زاويج دجي ودمري ودبتو خولو لوين دري زارشكا دردسيتوا والطريق الحصر فيها تقديم ما حقه التأخير كواتا كحصر شكردية هل لسر روي زاوية حيث ما زالت يدانية وجعلنا لكم فيها معايش التقديم ما حقه التأخير اشتدى الجملة ونحو هذه لا قول تعالى منها خلقنا وفيها نعيدكم نخرجكم تارة أخرى لسورة الطه بهمان شوا حيث حصر ابتداء الخلق من الأرض وأنها هي التي نعاد فيها بعد الموت ونخرج منها يوم القيامة إتر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تبراستي هيز مازال تداني جيان مان مردن مان وبون وخول مان درتسون مان هموي لسر أو زاوية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم تفرمي مناسبة آتي لقال أو بيشتر وكو رازي دلائي لما بين الله تعالى أنه أنبت في الأرض كل شيء موزون لآت بيشتر كبياني أو يكر هموش تيك لو زاوية خواهي قردري ديني لبوماني آمادة دكا بأندازيش داري كراو وجعل فيها معايش وهروها هو كاركان جياني لصاروا زي لبوي مدانا أتبعه بذكر ما هو كالسبب لذلك لذا باز لو لاشتك دكا وكو سببك لبو أو جياني بقاعدة لأنه لما ظهر كالشمس كمال قدرة الله تعالى كاتك ببلغا وكو روجي روناك بديار كوتكوا أوفر قدرتها لبو الله تعالى وأنه واحد لا شريك له هل أو ذاتاش تاكو تنيا شريكينيا بين أنه كانت هذه الأشياء عنده بحساب قدره على حكمة دبرها هم أوشتانش كلا صاروا زي البو ميدانا بحساباته شي زور بأندازه شي دياري كلا وبوفر حكمته إتر كان غيرها كذلك فكذلك هو المانع من معاجلتهم بما يستعجلون به من العذاب كواتا هموش تيج لا إخوة يقول بأندازه ديار كلا هر وكل سر روي زوي هموش تيج بأندازه ديار كلا ودانا إتر كأوان بلا ذا كان لهتني عذابش خواهي يقول هموش تيجلاي بحسابش دياري كراوة هموش تيجلاي خواهي يقول بحسابش دياري كراوة بعزل كردني كسانش مستهتر خواهي يقول عزلناك سبحانه وتعالى هل وكل صروا يزوي بساي خمد هموش تيج بأندازي دياري كراوة أما مري خواهي يقول وقدر كان خواهي يقول هموي بأندازيشي دياري كراوة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي وما من شيء من جميع الأرزاق
هیچ شتێک نییە لە هەموو ڕزقەکان وأصناف الأقدار لهم قدر كان إخوائي جورا من الأمطار وغيرها أجباران بياخذ غيره إلا عند الله وحده خزائنه هم خزينه هم اشتكان لا أو سبحانه وتعالى ومفاتيحه بيده كليلي هم خزينه كان لا أو فهو مالك كل شيء هم اشتك ملشي أو وهو القادر على إيجاده وتكوينه متى شاء هم اشتك لذا صلاة أو كوا بتوانا شتێک بین تەوجود و دروستی بکە هەر کاتێک خوای گەورە مەشیئەتی لەسەر بی. ابن جوزی دەڵێ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني المطر بتايبتي باران واللفظ أعم من ذلك لفظكش عامتر تنها باران بقريتوا والخزائن المواضع الخازنة خزائن جمع خزينة أو اشتكوالشتي اللي خزن ذكره وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت وتشتكان موجودا لنا خزينة كان موجودا وقيل ذلك تمثيل بل كوك تمثيل باسكرا وآتا يعني جملك والمعنى وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاد وتكوين كواتا يعني وتشتكان هموي موجودنا وخزينة كان يعني تخوي إيما دتوانين هركاتك مانوي به النوجود درستي بكين وما ننزله إلا بقدر معلوم بلام وما ننزل الأمطار والأرزاق وكل شيء إلا بمقدار محدد بلام دابزيني باران ورزق كانوا هموشتك بأندازيشي دياري كراوة نزياد دكان نقصان حسب مشيئة خوي جور سبحانه وتعالى كوا أو بار حكمتي تدا وكو ابن القيم لفوائد دلي أو تبراستي خزينشي لخوي جرتيا بوي كوا كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائن أقدار بن هموشتك تنها لو ذات داوا ذكرك خزينة كان لاي أوا ومفاتيح تلك خزائن بيدي كليلي خزينة كانش هاللاي أوا وأن طلبه من غيره أقل غير أو داوابكي ممن ليس عنده كالكنينية ولا تواناشي دانية كواتا خزينة هموشتكان هر لاي خواه بيوستا تنها لاي أو داوا بكري وكل فتح الباري جدار مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله مذهب سلف أمته هموش تكان لدس الله تعالى لو هموش تكان تنها الله تعالى داوبك لهر كسيش كداواك كواتل كسيك داوا كرده هيش تشي بدس نية فتزور مهمك فعلا بزاني أو اعتقادت به همو إلهي أو سبحانه وتعالى خزينة وكليلي خزينة كان همو قدر كانش لو هموش تكت هل لو داوابك سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون